السلام عليكم. علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أنه تم نقل عنصر من الأمن على وجه السرعة إلى مستعجلات ابن طفيل بمراكش مساء يوم الأحد 13 يناير الجاري بعد إصابته بجروح خطيرة أثناء أحداث الشغب التي عرفتها مباراة الكوكب المراكشي وأولمبيك أسفي برسم الجولة 14 من البطولة الاحترافية اتصالات المغرب. وأوضحت نفس المصادر أنه تم نقل 7 دركيين للمستشفى العسكري بمراكش بعد إصابتهم بجروح وصفت بالخطيرة بعد رشقهم بالحجارة من طرف الجماهير التي كانت بالمدرجات على الضفة اليسرى من الملعب. وأضافت المصادر ذاتها أن عنصرين من القوات المساعدة أصيبا بجروح متفاوتة الخطورة بعد تفريق الجماهير التي دخلت في مواجهات بتكسير الكراسي وتبادل الحجارة فيما بينها. وأفادت مصادر شوف تيفي أن عملية التخريب تواصلت بعد خروج الجماهير من الملعب ما دفع بالجمهور للدخول في مواجهات رشق عناصر القوات العمومية خلال المباراة وبعد انتهائها. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله.